ماذا لو قلتلك إن في شركة بتأثر حرفيا على معظم جوانب حياتك؟ شركة بتملك كم من الفلوس اللي شبه مستحيل يكون في شركة تانية على الكوكب ده عندها نفس الكم ده من الفلوس. الشركة دي بتملك أصول أكتر من الناتج المحلي لكل دولة في العالم ما عدا دولتين فقط، 10 تريليون دولار. شركة تعتبر أكبر مستثمر في تدمير معظم الغابات اللي موجودة على الكوكب. شركة ليها اليد في التلوث البيئي والتغير المناخي اللي بيحصل في الكوكب، وللأسف غالبا انت مسؤول عن تمويل الشركة دي من خلال انك بتشتري منتجاتها. وحتى لو حاولت بأقصى جهد انك تقاطع المنتجات دي فانت مش هتعرف، لانها ليها تحكم في اغلب الشركات الكبيرة اللي في العالم. اعتقد انك عرفت انا بتكلم عن مين. بلاك روك. كل شركة انت بتتعامل معاها خلال يومك بتتأثر بشكل كبير ببلاك روك. ابل، مايكروسوفت، امازون، حتى شركات الادوية ليها علاقة ببلاك روك. انا متأكد انك سمعت اكتر من فيديو بيتكلم عن ازاي شركة بلاك روك بتسيطر على العالم، ولكن خليني اقولك ان الواقع غير كده. وعشان نعرف الحقيقة فين لازم نعرف الاول ازاي شركة زي دي بتقدر تسيطر على الكم ده من الشركات حول العالم. بلاك روك شركة استثمارية بتسيطر على عدد كبير من الأسهم في أغلب الشركات الكبيرة اللي في العالم. بيمتلكوا أصول في جميع أنحاء العالم، أصول مجموعها بيوصل ل10 تريليون دولار، والمبلغ ده بيساوي تقريبا نص إجمالي الناتج المحلي الأمريكي. المبلغ ده بتسيطر عليه شركة واحدة بس. لو فاكر إن بلاك روك بتمتلك كل الشركات دي فأنت غلطان. بلاك روك ما بتمتلكش كل الشركات دي ولا حتى عندها أسهم فيها. عملاء بلاك روك هم اللي عندهم أسهم في الشركات دي، وبالتالي بلاك روك بتدير لعملائها الأسهم في كل الشركات دي. وده مش معناه إن بلاك روك ملهاش تأثير على الشركات دي كلها، لا، بلاك روك لها تأثير على الشركات دي وبشكل كبير، لأن بلاك روك بتسيطر على كم كبير من الأسهم بتاعتهم. وعشان كده الشركات دي بتلبي طلبات شركة بلاك روك عشان تقدر تحافظ على الأسهم بتاعتهم والكم الكبير من الاستثمارات اللي بلاك روك بتديرها، وإلا بلاك روك تسحب من عندهم استثمارات العملاء بتاعتها، ودي تبقى مشكلة كبيرة للشركات دي، وده هيأثر عليهم بالسلب لو حصل. ممكن تكون دلوقتي بتقول إن بلاك روك ما طلعتش الشركة الشريرة في الآخر، ولكن لا يزال في شيء غامض في بلاك روك، وهو نفاقهم. بلاك روك تأسست سنة 1988، واللي أسسها هو لاري فينك، واللي ليه قصة تانية ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو منفصل. لاري فينك نجح في إنه يكبر الشركة من 5 مليون دولار إلى 8 مليار دولار، وده في 5 سنين فقط. وده كان من خلال إدارة الأموال اللي بتستثمرها المؤسسات الكبيرة زي المعاشات التقاعدية والأوقاف الجماعية، والثروات الكبيرة اللي بتستثمرها رجال الأعمال. النهاردة فينك بيشتغل في مجلس العلاقات الخارجية والمنتدى الاقتصادي العالمي. أكبر رجال الأعمال والقادة والسياسيين في العالم مهتمين جدا بلاري فينك. شركته يوم عن يوم بتزيد قوتها والاستثمارات بتزيد فيها، وده هيعزز من قوتها، واللي بشكل ما ده هيخليه فعلا قادر إنه يسيطر على العالم. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. The worst day on Wall Street since the crash of 1987. الانهيار المالي والركود الاقتصادي اللي حصل سنة 2008 كان فرصة ممتازة لشركة بلاك روك إنها تسيطر على عدد كبير من البنوك اللي انهارت في الوقت ده، وده ادى لاري فينك اللي هو أصلا كان غني جدا قوة زيادة، وده خلى علاقته بالحكومة الأمريكية أقوى. نفس الشيء حصل سنة 2020 خلال الأيام الأولى للوباء. ساعتها الحكومة استدعت شركة بلاك روك عشان تحمي الاحتياطي الفيدرالي من المشاكل الاقتصادية اللي ممكن تواجهه. فترات عدم اليقين الاقتصادي اللي زي دي بتبقى المفتاح لصعود شركة زي بلاك روك للسلطة. سنة 2020 كان في مظاهرات وقامت ثورة بسبب قتل جورج فلويد اللي الحكومة قتلته عشان اشتبهوا فيه انه كان بيستخدم فلوس مزورة. بلاك روك طلعت في بيان وقالت ان الشركات لازم تبدأ تهتم بالقضايا الاجتماعية زي حقوق الانسان والتنوع والبيئة بدل التركيز على الربح فقط. وفعلا الشركات اللي عملت كده اخذت درجات اعلى من الشركات اللي ما عملتش كده. وبالرغم من ان الفكرة دي كانت موجودة من سنة 2004، يعني بلاك روك ما اخترعتش حاجة جديدة، إلا إن بلاك روك بقت أعلى مؤيد للاستثمار البيئي والاجتماعي في سنة 2020. والحق يتقال إن قبل البيان بتاع بلاك روك كانت نسبة المستثمرين والشركات اللي مهتمة وبتتكلم عن موضوع حقوق الإنسان والبيئة كانت أقل من 1%، ولكن بعد البيان بتاع بلاك روك النسبة دي زادت إلى 20%. الناس بقت بتهتم بالتأثير البيئي والاجتماعي للشركات. يعني إيه برضو؟ يعني الناس بقى عندها وعي أكتر بخطورة التغير المناخي، وبقوا بيهتموا أكتر بالمنتجات والخدمات اللي صديقة للبيئة. وكذلك في الوعي الاجتماعي، وعي الناس زاد بالقضايا الاجتماعية وعدم المساواة والقضايا اللي بتتعلق بحقوق الإنسان. الحقيقة
إن ده شيء كويس، وبلاك روك فعلا قدرت تخلي الشركات تهتم بمواضيع أكتر بدل ما كانوا مهتمين بالربح والفلوس بس هل تفتكر بلاك روك بتعمل بالنصيحة دي فعلا؟ يؤسفني أقولك إنه لأ. بالرغم من إن بلاك روك بتدعي إنها بتدعم الاستثمار البيئي والاجتماعي، إلا أنها تعتبر أكبر مستثمر في العالم في الوقود الأحفوري. عارف إن المصطلح غريب شوية، ولكن هشرح لك يعني إيه. الوقود الأحفوري ده هو نوع من أنواع الوقود، وبيتكون من بقايا الكائنات الحية اللي عاشت في العصور القديمة، وبيتقال إنها اتدفنت تحت الأرض من حوالي 200 مليون سنة. وخليني سريعا أقولك الأنواع الرئيسية بتاعته واستخداماته عشان تعرف هو ليه حاجة خطيرة جدا ومهمة في نفس الوقت لشركة زي بلاك روك. طيب أنواع الوقود الأحفوري الرئيسية هم 3: الفحم، النفط، الغاز الطبيعي. استخداماته ليه أكتر من استخدام، زي مثلا توليد الطاقة وصناعة المواد الكيميائية وصناعة البلاستيك. طب إيه عيوبه؟ عيوبه إنه بيسبب تلوث في الهواء والمية، وكمان بيكون ليه دور كبير جدا في أسباب تغير المناخ. أعتقد إنك دلوقتي عرفت قد إيه بلاك روك شركة منافقة، لأن ببساطة إزاي من ناحية بينصح الشركات بالاهتمام بالبيئة، وهي شركته من أكبر المستثمرين في العالم في الوقود الأحفوري، بل إنها كمان عندها علاقات قوية جدا بكيانات ضخمة بتنتهك حقوق الإنسان، واللي طبعا من ضمنها اللي ما يتسموش. والموضوع مش مقتصر بس على شركة بلاك روك، لأن تاني أكبر شركة استثمارية في العالم بتعمل نفس الشيء، وهي شركة فانجارد. بتشجع على الاستثمار البيئي والاجتماعي من ناحية، ومن ناحية تانية هي من ضمن أكبر المستثمرين في النفط والغاز، وما عندهاش الاستعداد إنها تنسحب من الشركات اللي ليها ممارسات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، حتى لو كان ده أفضل للمصلحة العامة. والحقيقة إن دي مش حاجة جديدة على شركة زي بلاك روك، لأن بلاك روك طول الوقت بتعمل كده. قدام الكاميرا بيبينوا لك إنهم مهتمين بالناس وهدفهم في الحياة المصلحة العامة، ولكن خلف الكواليس بيعملوا عكس ده تماما. يعني مثلا خلينا ناخد موضوع تغير المناخ على سبيل المثال. بلاك روك بتقول إن مخاطر المناخ هي مخاطر استثمارية، يعني قصدهم إن الاستثمار في الشركات اللي ما بتحطش سياسات عشان تساعد في معالجة تغير المناخ بيمثل خطورة كبيرة. وفي سنة 2021 بلاك روك ساعدت في تغيير مجلس إدارة شركة إكسون موبيل وتعيين أعضاء مجلس جداد، واللي قرروا إنهم هيعملوا اللازم في موضوع تغير المناخ. ولو ما تعرفش، في شركة إكسون موبيل هي من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وفي الأول كانت شركة إكسون موبيل من أكبر الأسباب في التلوث البيئي، ولكن بعد كده بدأت تاخد إجراءات في إنها تقلل الموضوع ده، وده شيء كويس ومفيش شك إنها خطوة حلوة. ولكن برضو في تناقض بالنسبة لشركة بلاك روك. منين بيقولوا إن شركة إكسون موبيل من أسباب التلوث البيئي، ومنين بلاك روك هي أكبر مستثمر فيها؟ بالظبط ده اللي بتكلم عليه، النفاق. والنفاق والخداع ما بينتهيش هنا. ما بين كل اللي كان بيحصل من ضرب النار على الناس في الولايات المتحدة، بلاك روك اتكلمت وقالت ان مصنعين الاسلحة لازم يلاقوا طريقة افضل عشان يقدروا يحموا حياة الناس، وده شعور نبيل جدا منهم الصراحة. ولكن خليني اسألك سؤال، مين هو اكبر مستثمر في مصانع الاسلحة؟ بالظبط بلاك روك. بلاك روك حصتها في شركة روجر الأمريكية 15% و16% في شركة فيستا أو الدور، والشركتين دول من أكبر الشركات لتصنيع الأسلحة في العالم، ده غير بقية الشركات الكبيرة اللي لهم برضو نفس النسبة في كل شركة فيهم. وبلاك روك بتقول إنها بتتكلم مع الشركات دي لتحسين السلامة، ولكن لحد دلوقتي ما ظهرش أي تحسينات في أي شركة منهم. بلاك روك شركة استثمار عملاقة، خصوصا الاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة. يعني مثلا بلاك روك بتستثمر فلوس كتير جدا في شركات تصنيع الأسلحة زي شركة لوكيد وشركة رايفل، والفلوس دي بتروح لشركات بتاخد عقودات من الجيش الأمريكي عشان يعملوا حروب في العالم. بلاك روك بتقول إن الأسلحة دي بتوصل لحكومات عشان تحفظ بيها السلام، ولكن حتى لو ده حقيقي فهي برضو بتستخدم في خراب، زي اللي حصل لما السعودية استخدمت سلاح أمريكي على اليمن. حتى حرب أوكرانيا وروسيا بلاك روك كان ليها يد فيها باعتبارها أكبر مستثمر في شركات الأسلحة اللي كانت بتدعم روسيا بالسلاح. يعني بشكل مختصر بلاك روك بتستثمر فلوسها في أماكن فيها مشاكل زي تجارة السلاح والحكم الدكتاتوري، وده بيخالف اللي الشركة بتقول عليه عن الالتزام بحقوق الإنسان. كل ده بيطرح سؤال واحد، إزاي شركة واحدة اكتسبت كل القوة والنفوذ العالمية دي؟ الموضوع بدأ بالتكنولوجيا. أعمال بلاك روك بتقوم على حاجة اسمها ETFs أو صناديق الاستثمار المتداولة، وفكرتها ببساطة إنك بدل ما بتشتري أسهم في شركة واحدة ممكن تستثمر في صندوق فيه أسهم كتير من شركات مختلفة، وبالطريقة دي بتقلل المخاطر على نفسك. والفكرة أثبتت كفاءتها بفضل برنامج إدارة المحافظ اللي عملته بلاك روك سنة 1998. فكرة البرنامج ببساطة إنه بيتوقع نجاح أو فشل أي استثمار، وده ببساطة عن طريق إن البرنامج بيجمع معلومات عن الناس اللي استثمروا في بلاك روك سواء بمعرفتهم أو من غير معرفتهم، وكل المعلومات دي بتساعد البرنامج إنه يتوقع نجاح أو فشل الاستثمار. بفضل البرنامج ده بلاك روك بقت الاختيار الأول والأخير لأي حد عايز يستثمر فلوسه. في سنة 2025 متوقع إن صناديق المؤشرات المتداولة عالميا
توصل إلى 25 تريليون دولار، وده معناه إن بلاك روك هتعمل أرباح بالمليارات في السنين الجاية. وحاليا بلاك روك بتتحكم في كمية من الفلوس اللي بتساوي 10% من اقتصاد العالم كله. شركات زي فوكس، ديزني لازم تستشير بلاك روك قبل ما تاخد أي قرارات مهمة، لأن بلاك روك بتملك أسهم كبيرة فيهم. بلاك روك وفانجارد وهي شركة استثمار كبيرة تانية، واللي إن شاء الله هنعمل فيديو عنها قريب. المهم إن الشركات دول هم أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا الكبيرة زي فيسبوك وجوجل وأمازون. كل ده بيخلي الناس قلقانة من قلة المنافسة. يعني مثلا بلاك روك وفانجارد الاتنين بيملكوا عدد من الأسهم ضخم في شركات الطيران الكبيرة، يعني ببساطة مفيش داعي يخفضوا أسعار التذاكر عشان ينافسوا بعض. كل ده بيخلي أسعار كل حاجة تغلى، والناس ما بقاش عندها اختيارات غير إنها تشتري. حتى مؤسس شركة فانجارد بيقول لو الفلوس كتير اتجمعت في إيد ناس قليلة ده مش كويس من الناحية الاقتصادية. وفي ناس اقترحوا حلول كتير لحل المشكلة، واللي من ضمن الاقتراحات دي هو تحديد نسبة مئوية من أسهم الشركة اللي ممكن يملكها شخص واحد. المشكلة إن كل ما زادت الفلوس اللي بتديرها بلاك روك قلت رسوم المستثمرين. ده بيخلي المستقبل أصعب بالنسبة لنا، لأننا بنستثمر فلوسنا في شركات هي اللي في الآخر بتضرنا. والحاجة الغريبة كمان إن كتير من المستثمرين ما يعرفوش إنهم مستثمرين في بلاك روك أصلا، هما بس جزء من صناديق التقاعد اللي بتديرها بلاك روك. طب هل في حلول تانية؟ في حلول تانية زي إننا ندير أسهمنا بنفسنا عشان نتجنب المشاكل الأخلاقية لشركات زي بلاك روك. الناس بتستخدم شركات زي بلاك روك لأنها سهلة، بس ده مش حل. بلاك روك بتحاول تخلي الناس تفتكر إنها بتحاول تخلي العالم أحسن، هما بيعملوا عكس ده تماما. وبس بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكون استفدت من الفيديو واكون قدرت اوصل لك الحقيقه بطريقه سلسه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد.